أبواب بتتفتح وبتزيق، وأصوات خطوات تقيلة ماشية في الأدوار اللي فوقهم، رغم إن مفيش حد فوق أصلاً. وما يعديش ثواني ويلاقوا عفش البيت بيتحرك لوحده، كأن في حد بيزقه هم مش شايفينه. قصر تكلفته بتعدي 500 مليون درهم، بتجيب له رخام مخصوص ومهندسين من أمهر المهندسين في العالم من المغرب والهند وإيران، وبتفرشه بأغلى التحف والأثريات الكريستال في العالم. القصر بيبقى تحفة معمارية مفيش زيها في الشرق الأوسط كله، وبيجي اليوم اللي بتاخد عيلتك وبتروحوا عشان تناموا هناك. أول ليلة في قصر الأحلام، بس بمجرد ما الشمس بتغيب والليل يدخل بيحصل شيء مرعب يخليك تقوم من سريرك مفزوع وتاخد عيلتك بهدوم النوم وتجري بره القصر وتسيب بيبانه مفتوحة زي ما هي، ولا تحاول حتى تقفلها، وتاخد عهد على نفسك إنك ما تجيش المكان ده تاني أبدا. مش بس كده، القصر ده بيفضل مهجور تماماً لمدة 34 سنة كاملين، وأي حد بيحاول يقرب أو يدخل منه بيندم ندم عمره، وبيسمع أصوات صريخ وأطفال بتعيط، وبيخرج منه فاقد النطق حرفياً من الرعب. دي واحدة من أشهر وأرعب القصص الحقيقية في منطقة الخليج العربي، قصة المكان اللي اتعرف في الجرايد وبين الناس باسم قصر الأشباح أو قصر القاسمي. إيه اللي خلى عيلة تسيب ثروة ب500 مليار درهم وتهرب في ليلة واحدة كده؟ وإيه حكاية الأطفال اللي بتعيط ورا شبابيك القصر؟ والسر الصادم اللي اكتشفوه لما فتحوا القصر سنة 2019. هات بقى كوباية الشاي بتاعك وركز معايا، لأن النهاردة هنسافر لقلب الإمارات عشان نفتح أبواب أرعب قصر في الشرق الأوسط. لما حد بيجيب سر دولة الإمارات، أول حاجة بتيجي في دماغك هي التطور، برج الخليفة، ناطحات السحاب في دبي، الفخامة في أبو ظبي، التكنولوجيا والشوارع اللي ما بتنامش والحياة العصرية السريعة. لكن الإمارات مش بس أبراج إزاز وتكنولوجيا، الإمارات فيها إمارات تانية محتفظة بعبق التاريخ وسحر الطبيعة والجبال. واحدة من الإمارات دي هي إمارة راس الخيمة. راس الخيمة بتتميز بطبيعتها الجبلية والهدوء اللي بيخليها مكان مثالي للاسترخاء. لكن في شارع اسمه شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لو مشيت في الشارع ده وبصيت فوق هضبة عالية هناك هتلمح مبنى ضخم جدا، مبنى تصميمه غريب جدا تحسه طالع من حكايات ألف ليلة وليلة كده. المبنى ده هو قصر القاسمي. لسنين طويلة جدا القصر ده كان عبارة عن بقعة ضلمة كده في وسط المدينة، مبنى عملاق صامت كئيب، الناس بتخاف تقرب منه بالليل، والسواقين بيمشوا بسرعة بعربياتهم وهم معديين من جنبه. العقل البشري دايما لما بيشوف حاجة فخمة جدا بس مهجورة وبدون سبب منطقي بيبدأ ينسج حواليها أساطير. وأسطورة قصر القاسمي ما كانتش مجرد حكاية بتتحكي قبل النوم، دي كانت عقيدة عند بعض السكان المحليين إن المكان ده ملعون ومسكون. عشان نفهم الأسطورة دي بدأت إزاي لازم نرجع بالزمن لورا ليوم ما اتحط أول حجر في القصر ده. القصة بتبدأ في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. الشيخ عبد العزيز بن حميد القاسمي أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة راس الخيمة، وكان معروف بشغفه الشديد بالفنون والعمارة، قرر يبني قصر أحلامه. الشيخ عبد العزيز ما كانش عايز يبني مجرد بيت كبير، كان عايز يبني تحفة فنية تدمج ما بين كل الحضارات. اختار هضبة عالية جدا عشان القصر يكون كاشف الإمارة كلها من فوق، وبدأوا يبنوا في المكان سنة 1980، واستمر موضوع البنى ده لأكتر من 10 سنين. تكلفة البنى لوحدها عدت 500 مليون درهم إماراتي. طبعا ده رقم خرافي في الوقت ده. تعال أخدك بقى في جولة جوه القصر ده، لأن كل تفصيلة هنقولها دلوقتي هي اللي هتفسر لك الرعب اللي هيحصل بعدين. القصر بيتكون من 4 طوابق ضخمة متقسمين ل 35 غرفة، مساحتها شاسعة من بره. القصر كله متغطي برخام أبيض ناصع، مش أي رخام، ده رخام اسمه ساسوس ماربل، وده نوع رخام غالي جدا ونقي جدا، وهو نفس نوع الرخام اللي بيستخدم في الحرم المكي الشريف بالمناسبة عشان يعكس حرارة الشمس الملهلبة في الخليج. لما تدخل من البوابات الإزاز الطويلة هتلاقي نفسك قدام ممرات واسعة جدا بتعمل صدى صوت مرعب لأي خطوة بتمشيها. الأرضيات كلها رخام، وفي السقف متعلق نجف كريستال ضخم جدا. التصميم الداخلي كان مزيج غريب جدا ومبهر بين الفن الإسلامي والفارسي والمغربي والهندي. القصر مليان صقور وبوم وغزلان حقيقية محنطة ومحطوطة كلها في الزوايا كأنها بتبص لها، ده غير التماثيل البشرية وتماثيل الحيوانات المصنوعة ببراعة شديدة جدا لدرجة انك لو بصيت لها هتحلف انها كائنات حية بتتنفس. وعلى مدخل القصر من بره كان في تمثال برونزي كبير لكلب صيد واقف كأنه بيحرس البوابات. كل حاجة كانت جاهزة بالظبط. القصر كان بينطق من الفخامة، العمال خلصوا شغلهم والخدم رتبوا كل غرفة، والفرش كان من أرقى الأنواع في العالم.
القصر بقى جاهز عشان يستقبل العائلة الملكية ويبدأوا حياتهم السعيدة فيه، بس السعادة دي كان عمرها ساعات معدودة. العيلة بتنقل حاجتها وبيدخلوا القصر عشان يقضوا أول ليلة فيه. تخيل معايا الإحساس، قصر ضخم، هدوء تام، هضبة معزولة، مساحات واسعة جدا، تماثيل وحيوانات محنطة في كل مكان. أهالي راس الخيمة بيقولوا إن بمجرد ما الليل دخل الأجواء جوه القصر اتغيرت 180 درجة، وإن العيلة بدأت تسمع أصوات غريبة، أبواب بتتفتح وبتزيق، وأصوات خطوات تقيلة ماشية في الأدوار اللي فوقهم رغم إن مفيش حد فوق أصلا، ونور النجف الخافت ضارب في وشوش التماثيل وعامل ظلال على الحيطة. العيلة بدأت تحس بانقباض شديد في الصدر، المكان بجد مرعب، وبدأوا يحسوا إنهم مش لوحدهم في القصر. وما يعديش ثواني ويلاقوا عفش البيت بيتحرك لوحده كأن في حد بيزقه هم مش شايفينه، والحيوانات المتحنطة عينيها بدأت تلمع كأن أرواحها بترجع لها تاني. في الأول حاولوا يتجاهلوا اللي بيحصل في القصر وطلعوا على أوضهم وبدأوا يتظاهروا إن اللي حصل ده مجرد تهيؤات سخيفة نتيجة اليوم متعب، وفي الواقع إنها ملهاش أي أساس من الصحة. بدأوا يسمعوا همسات كأن في ناس كتير حواليهم بيتوشوشوا، وأصوات نفس عالي كأن في حد قاعد جنبهم هم مش شايفينه. العيلة ما قدرتش تستحمل الرعب ده وأخدوا قرار مستحيل حد يتخيله، سابوا كل حاجة زي ما هي وخرجوا بره بوابات القصر في نص الليل، وما رضيوش يرجعوا تاني أبدا. قرروا الهروب. قرار الهروب ده ما كانش مجرد قرار انفعالي، العيلة فعلا هجرت القصر تماما. قصر كلف 500 مليون درهم ومبذول فيه مجهود سنين اتساب له التراب والعناكب. لما مبنى بالحجم ده وفي مكان بارز جدا زي ده يتساب فجأة بدون أي إعلان رسمي عن سبب الهجران، اللي بيحصل الفراغ ده بيتملي فورا بالشائعات. الناس بدأت تسأل هم سابوا القصر ليه؟ أكيد في حاجة مرعبة جوه، أكيد الأرض دي كانت مقبرة قديمة والجن انتقم منهم، أكيد التماثيل دي مسكونة بالشياطين. ومن هنا اتولد اسم قصر الأشباح، وبدأت أطول وأرعب فترة في تاريخ راس الخيمة. 34 سنة كاملة من الرعب والظواهر الخارقة للطبيعة وحكايات المغامرين اللي دخلوا القصر وشافوا حاجات غريبة بعينيهم. بس بمجرد ما العيلة الحاكمة سابت القصر في الثمانينات الزمن كأنه وقف في القصر ده، بس الأساطير بره الحيطان كانت بتكتر. 34 سنة كاملة القصر ده فضل مقفول ومحدش بيجرؤ يقرب من بواباته. في فترة التسعينات وبداية الألفينات قصر القاسمي ده اتحول لأسطورة الرعب الأولى في دولة الإمارات والخليج كله. لو سألت أي حد من سكان المنطقة في الوقت ده هيحلف لك على حاجات ما يستوعبهاش عقلك. الروايات الشعبية اتقسمت لجزئين، الجزء الأول كان عن سبب اللعنة. الأهالي بيقولوا إن الهضبة اللي اتبنى عليها القصر ده كان فيه شجرة معمرة قديمة جدا، الشجرة دي كانت مسكونة بقبائل من الجن السفلي، ولما العمال قطعوا الشجرة دي عشان يبنوا القصر الجن اعتبروا إن البشر اعتدوا على أرضهم فقرروا يستوطنوا القصر وينتقموا من أي إنسان يدخل. الجزء الثاني من الروايات كان عن المشاهد المرعبة، السواقين اللي كانوا بيعدوا متأخر بالليل من طريق الشيخ راشد بن سعيد كانوا بيبلغوا إنهم بيشوفوا إضاءات بتنور وتطفي لوحدها في الطابق الثالث اللي هو فيه الهرم الزجاجي. والأرعب من كده ناس كتير جدا أقسمت إنها شافت وجوه أطفال شاحبة بتبص عليهم من ورا الشبابيك الإزاز، ولما بيركزوا معاهم الوشوش دي بتختفي في الضلمة. مش بس كده، اللصوص والمغامرين اللي حاولوا يدخلوا سور القصر بالليل عشان يسرقوا التحف والنجف الغالي كانوا بيخرجوا يجروا وهم بيصرخوا، ولما بيتسألوا شافوا إيه يقولوا إن التماثيل المرمية ورؤوس الحيوانات المحنطة عينيها بتتحرك وبتراقبهم، وإنهم بيسمعوا أصوات بكاء أطفال وصراخ سيدات طالعة من الغرف المقفولة. مع مرور السنين القصر بقى قبلة لبعض الفضوليين والمراهقين اللي بيدخلوا خلسة، ولما كانوا بيصوروا القصر من جوه الفيديوهات كانت بتبين حاجات غريبة جدا، علامات وشخبطة باللون الأحمر على الجدران الرخامية ورؤوس غربان وبوم مقطوعة ومرمية على الأرض. الناس لما شافت الصور دي قالت بس دي طلاسم سحر اسود، واللون الأحمر ده هو دم تضحيات بيتقدم للجن ورؤوس الطيور اللي اتذبحت كقرابين. الخوف سيطر لدرجة إن في حراس وعمال صيانة كانوا بيرفضوا يشتغلوا حتى في الشوارع المحيطة بالقصر بعد غروب الشمس. أسطورة قصر الأشباح بقت حقيقة في عقول الآلاف لحد ما جينا لسنة 2019، السنة اللي ظهر فيها بطل قصتنا، الراجل اللي قرر يتحدى كل اللي بيتقال ده. رجل أعمال إماراتي وعاشق لجامع التحف اسمه طارق أحمد الشرهان. طارق الشرهان كان من أبناء المنطقة، اتربى وهو بيسمع قصص القصر ده كل يوم تقريبا، وكان دايما بيبص للمبنى الضخم ده بحسرة. هو ما كانش شايفه بيت أشباح، هو كان شايف تحفة فنية بتضيع وتتدمر بسبب الجهل والخرافات.
في سنة 2019 طارق بياخد قرار مجنون، بيتواصل مع ورثة صاحب القصر وبيدخل معاهم في مفاوضات طويلة، وبتنتهي المفاوضات بإنه يشتري قصر الأشباح بالكامل. طبعا أول ما الخبر انتشر الناس افتكرته اتجنن، إزاي تدفع ملايين في مكان مسكون ومستحيل تعيش فيه؟ لكن طارق كان عنده خطة تانية، جاب عمال الصيانة والتنظيف وراح وقف قدام البوابات المقفولة بقالها 34 سنة وقرر إنه يفتحها. العمال كانوا مرعوبين، لكن طارق حط المفتاح وفتح البوابات والكل دخل. تخيل معايا لحظة الدخول بعد 34 سنة من العزل، تراب بيغطي الرخام الأبيض، خيوط عناكب مالية النجف والكريستال اللي جاي من فرنسا وبلجيكا، وهدوء قاتل بيعكس صدى الأنفاس. طارق بدأ يستكشف القصر أوضة أوضة، وفي اللحظة دي اكتشف الحقيقة المذهلة، حقيقة الرموز الدموية وحقيقة التماثيل المقطوعة والسر العبقري اللي بيفسر ليه العائلة الملكية هربت من القصر في الليلة الأولى من الأساس. السر اللي لما طارق أعلنه لشبكة CNN وللصحف العالمية خلى كل اللي آمنوا بأسطورة الأشباح يقفوا مذهولين. هل قصر القاسمي كان مسكون بالجن فعلا؟ الإجابة الصادمة وبشكل قاطع لا، القصر ما كانش فيه لا جن ولا عفاريت ولا سحر اسود. القصة كلها كانت عبارة عن وهم نفسي ضخم اتخلق من تفاصيل معمارية وثقافية بحتة. تعال نفسر اللغز حتة حتة. أولا، ليه العيلة سابت القصر بعد ما دفعت فيه 500 مليون درهم؟ طارق وخبراء علم النفس المعماري وضحوا السر. القصر كان مليان بالتماثيل البشرية والحيوانات المحنطة والرسومات المجسمة للعيون في كل مكان. تخيل عيلة بتنام في قصر كبير جدا بالحجم ده مقطوع فوق هضبة وحواليهم عشرات التماثيل اللي بتعمل ظلال مرعبة في الضلمة. الإحساس ده بيعمل حالة من البارانويا أو الارتياب الشديد. العقل الباطن بيبدأ يتخيل إن التماثيل دي بتتحرك بجد وإن العيون دي بتراقبهم. الرعب النفسي ده كان قوي جدا، وهو ده اللي خلاهم يقرروا يسيبوا القصر فورا لعدم الراحة النفسية التامة. ثانيا، إيه حكاية الطلاسم الدموية ورؤوس الطيور المقطوعة؟ المضحك المبكي هنا إن الرموز دي ما كانش سحر ولا حاجة. طارق اكتشف إن بعض المراهقين الفضوليين اللي كانوا بيتسللوا للقصر خلسة كانوا بيجيبوا بخاخات ألوان سبراي بينت الحمرة دي ويشخبطوا بيها على الحيطان عشان يعملوا مقالب في أصحابهم أو يكملوا يعني جو الرعب. أما الطيور اللي راسها مقطوع فدي كارثة تانية. بعض الناس دخلوا القصر في فترة من الفترات وكانوا مقتنعين إن الحاجات دي بتجلب الجن وكلام من ده، فقاموا جايبينها ودبحينهم وسابوهم جوه. والبعض مسحوا عيون الشخصيات في اللوحات عشان يطردوا الأرواح. يعني البشر هم اللي دمروا التحف مش العفاريت. ثالثا بقى نيجي لأصوات العياط والإضاءة اللي بتنور. القصر تصميمه فيه هرم زجاجي في السقف فوق وتجاويف بتدخل الهواء. مع الرياح الجبلية القوية في راس الخيمة الهواء كان بيدخل من الشبابيك المكسورة بيعمل صوت يشبه فعلا صراخ الأطفال. وانعكاس كشافات العربيات اللي ماشية في الشارع بره على الهرم الزجاجي كان بيدي إيحاء إن في نور بينور من جوه. طارق جاب عمال نظفوا القصر بالكامل، صلحوا رؤوس التماثيل، لمعوا الرخام والكريستال، وحول المكان ده لمزار سياحي رسمي سماه القصر الغامض. القصر اللي الناس كانت بتخاف منه وبقى أكتر مكان سياحي زحمة في الإمارة. والمفاجأة إن في أواخر 2025 في شهر أكتوبر طارق أعلن عرض القصر للبيع كاستثمار بمبلغ 25 مليون درهم إماراتي، بشرط إن المشتري يكون إماراتي الجنسية حسب قوانين الإمارة. قصة قصر القاسمي أو قصر الغامض زي ما بيقولوا بتعلمنا درس، هو إن أعظم وأخطر صانع للأشباح هو العقل البشري. الفراغ، الظلام، الجهل بالحقائق بيخلينا نخترع وحوش وعفاريت نعلق عليها مخاوفنا. القصر ده فضل مهجور 34 سنة كاملين، مش بسبب جن من العالم السفلي، لكن بسبب الخوف اللي زرعه البشر في عقول بعض. انت بقى ايه رأيك؟ لو اتعرض عليك تبات ليلة كاملة لوحدك جوه القصر ده مقابل مليون درهم، هتقبل التحدي ولا العقل الباطن هيغلبك؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. ولو استمتعت بالرحلة الغامضة دي ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس. اشوفك في ملف سري جديد. سلام.